احنا اتفقنا ان شاء الله ان احنا هنتكلم في ان ليه الستارت ابس بتفشل. هي طبعا يعني نظرة كئيبة شوية او الناس ليه نفشل كده ما تتفائلي وبتاع، بس انت لازم تكون عارف ان في قبلك فشل كتير. والفشل هنا ان هو فشل يعني اتخبط فوقع فما كملش. ده مش معناه انك في اول خبطة يبقى انت كده فشلت. لا، انت ممكن تتعود او السوق هيعودك انك اول ما تتخبط تبقى عندك مرونة كافية ان انت تعرف تقوم وتكمل. فالفشل هنا هو انك تتخبط وتقع وما تكملش. طيب، دلوقتي انا هقسم لك الدنيا من وجهة نظرنا احنا. يعني اللي انا هقوله ده من خلال خبرتي في الشغل، يعني ان احنا بنتعامل مع براندز كتيرة. بس برضو احنا بنعمل ماركت ريسيرش بشكل دوري وكتير، يعني بنعمل من 4 ل5 مرات في السنة ماركت ريسيرش. فبنبقى عندنا يعني خلفية عن البراندز، ليه كبرت، ليه رجعت لورا، ايه البراند اللي عمل بومبينج، طب بعد ما عمل بومبينج الارك بتاعه نزل ولا طلع. آه كل الحاجات دي احنا بنحب نعمل ماركت ريسيرش فور ان احنا يبقى عندنا الانفورميشن يعني. خلاص. طيب، اول حاجه احنا هنقسم انه ليه البراندز بتفشل لحتتين. اول حاجه الحته اللي هي الاداريه، وتاني حاجه الحته اللي هي تكنيكال او حته البرودكشن. خلاص. الحته الاداريه رقم واحد، انت مهم جدا جدا جدا، دي اهم حاجه، انك وانت داخل البروجكت يبقى عندك نيه ان انت هتنجح. يعني ايه؟ يعني ما عندكش اوبشن تاني ان انت ممكن تفشل مثلا. انا عارفه انه اغلب الناس اللي بتبدا براند بيبقى عندهم او يعني اللي بتبدا بروجكت بيبقى عندهم شغلانه تانية هي اللي بتديلهم الكاش فلو، او بتجيب لهم يعني الكاش فلو اللي يقدروا يصرفوا على البروجكت بتاعهم، زي ما كل الناس بدأت يعني. بس في نفس الوقت حاول انك يعني توازن، يبقى 50-50، مش تدي مثلا 90% للشغل بتاعك اللي هو الأساسي، وتدي للتاني 10% مثلا أو 15%، ده لو لقيت وقت أصلا تديله. هو كده البروجكت مش هيتغذى كفاية من مجهودك، فبالتالي مش هيكمل، فبالتالي هيفشل. فمهم انك دي حته بقى في علم النفس عموما يا جماعه، في عموما في السياسه، في الاقتصاد، في اي حاجه. كل ما بيكتر الاوبشنز، يعني انت بيبقى عندك اختيارات كتير، كل ما بيبقى اقبالك على اي اختيار فيهم ضعيف، فبالتالي انت ما بتبقاش متحمس كفايه. لكن طول ما الاختيارات بتاعتك قليله، فانت اختيارك اللي انت تختاره بتبقى مصمم عليه جدا، لانك بتحس ان انت ده الباب الوحيد اللي انت تدخل منه. فده في البيزنس مهم جدا، ان انت يبقى عندك النية الحقيقية للنجاح. انت ما عندكش اوبشن تاني ان انت ما تنجحش، انت لازم تنجح. دي رقم واحد. رقم اتنين، اللي عايز يبدأ بيزنس وما بيعرفش ماركتينج ما يبدأش. التسويق هو اللي بيبيع لك القطعة اللي انت بتعملها، بيوصلها للكلاينت بالظبط اللي انت عايزه. فانت لو مش عندك او مش عارف او مش دارس او مش قاري في الماركتينج كويس، ما تبدأش. روح اقرا كويس في الماركتينج وانت بتعمل مونيتورنج او بتعمل يعني رصد للبراندز التانية. تبقى عارف ان انت الماركتينج هم ليه طلعوا وهم ليه قالوا. تبقى فاهم هم ايه الوسيلة اللي خلتهم يطلعوا وايه الوسيلة اللي خلتهم يقلوا، او الارك ينزل ويعملوا سلو داون للبراند، وفي الاخر يوصلوا ل ديبريشن مالي، وفي الاخر ما يكملوش. فانت مهم جدا 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 تبقى عارف ماركتينج. تالت حاجة الفاينانشال بارت. يا جماعة الحاجات البسيطة الصغيرة اللي تبدو تافهة هي اللي بتأثر في البراند. لما ما تكتبش اكسسوارز انت جبتها للحاجة، لما ما تحطش شيبينج في الحاجة اللي انت بيعها، لما ما تعرفش مثلا تحط قيمة حقيقية للبرودكشن او سعر التصنيع بتاع البيس بتاعتك، لما ما تحطش مواصلاتك وتحط بنزين عربيتك في الحاجة دي. كل الحاجات دي لما
تفلت منك، انت بتبيع تمن القطعة في برودكشن بس والقماش بس، ده مش صح، ده مش صح. فين فلوس الماركتينج اللي انت صرفتها؟ فين وقتك؟ كل الحاجات دي بتتحط في البيس بتاعتك، فما بتعرفش تعملها برايسنج كويس، فالفاينانشال بارت بيتدمر. شيت اكسل اي بي سي، يعني اي بي سي شيت اكسل، مش لازم تروح تسمع حد بيعمل لك فورميولا معينه للاكسل، ولا بيعمل لك الايكويشنز، ولا بيزك. لو انت ما بتعرفش في شيت اكسل بيزكس، حط البيزكس واكتب انت الارقام واحسب على الكالكوليتر. بس مهم ان انت تبقى عندك شيت اكسل شايف منه الارقام، مهم جدا، لان الارقام هي الحقيقه. رقم هيقولك انت عليت قد ايه، وبعد ما تعمل له اناليسز وانت قليت قد ايه، او انت يعني وضعك ايه في السوق دلوقتي، او وضعك ايه بالنسبه للبراند بتاعك. تالت حاجه او رابع حاجه مش فاكره، الناس ما بتطلعش بسرعه. شغل النمله، يعني دايما كان الدكتور بتاعتي في الدراسه بتاعتي، انا دارسه فلسفي، فكان دايما تقول لنا شغل النمله هو اللي بيكمل وهو اللي بيعيش. حاجة كده سريعا، نجيب محفوظ يا جماعة كان بيتبع روتين، وفي فرق ما بين الروتين وفي فرق ما بين الرتابة. الروتين ده شيء صحي، انك تعمل حاجة في نفس الوقت كل يوم، ده شيء صحي. تكسره ممكن بحاجة مثلا كل فترة تسافر سفرية تكسره، لكن الروتين دي حاجة مهمة. الرتابة هي اللي حاجة مش لذيذة، انك تعمل حاجة بإحساس يائس وبائس، ده هو اللي وحش. لكن الروتين في حياتك هو اللي بيعليك، انك تعمل حاجة بشكل يومي بشكل منظم، دوت هو اللي بيعلي البني آدم في أي مجال. فالشغل النمل هو اللي بينجح. انت مش هتفتح براند النهاردة بكرة هيبقى عندك 20,000 فولور فيما فوق، لا، انت هتفتح براند النهاردة، لو بعد سنتين بقى عندك 10,000 فولور، يبقى انت كده سوبر وكويس جدا 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 جدا. اوكي، 10,000 فولور بيشتروا منك، عشان بس ما يبقاش رقم على الفاضي. الجزء التاني بقى في البرودكشن، انت دلوقتي محتاج انك تحدد الفئة بالظبط اللي انت عايزها. انت مثلا هتتعامل مع كلاس A كلاس B كلاس C، وفي بلس وماينس من كل شريحة، انت عايز ايه بالظبط. فبتختار الورشة اللي هتقدم لك الخدمة دي بالسعر، بالراحة. الراحة مش ان انا اقعد مع الكلاينت على قهوة، بس انا الراحة ان انا يكون بيساعدني، يعني مش لازم ان انا بنفسي انزل كل شويه اديله القماش واتفق معاه وافهمه، لا، هو خلاص بقى عنده الداتا اوريدي في السامبل، وبقى السامبل عنده، بقى كل ما اجيب له قماش يعمل لي انتاج تاني من نفس الموديل، وهكذا وهكذا وهكذا. مش لازم انا اروح له، ممكن اتعامل مع المندوب او حاجه يوديني ويجيب لي وهكذا. فبقى عندي راحه مع الورشه دي، فبالتالي بقيت بالنسبه لي بقى عندي وقت فاضي تاني، انا بتابع بس الحاجه بالتليفون، القماش جه، القماش راح، وهكذا. فبقى عندي ثقة في الورشة، وثقة في ان هم هيطلعوا لي الحاجة، والكلمة اللي بيقولوها لي ما بيعملوش عكسها. ما بيقولوليش مثلا هسلمك حاجة الاسبوع اللي جاي والاقيه يسلم لي حاجة بعد شهر، لا طبعا الحاجات دي بتيجي كمان مع الخبرة مع الورشة. ممكن الورشة يبقى عندها عيوب، عادي جدا، يمكن البراند ممكن يبقى مش موصل المعلومة كويس، وهكذا. فانتوا بتلاقوا طريقة ان انتوا تبقوا مرتاحين في التعامل المادي والشغل مع بعض. خلاص، طبعا بيبقى فيه احترام، ده اهم حاجة. تاني حاجة في البرودكشن، ان انت تكون عارف بالظبط تعمل كوليكشن. يا جماعة انت مهم انك تبقى عارف تعمل كوليكشن، اختيار الالوان مع بعض، اختيار التصوير، اختيار هل انت عايز تدخل في حتة البلوجرز دي ولا مش عايز، وهكذا. يبقى عندك بلان، البلانز بتوري لك، البلان دي مش رفاهية، انت مش بتعمل حاجة اعتباطا، انت البلان دي بتبقى عاملة زي النضارة اللي بتكشف لك انت عايز تروح فين بالظبط، وهل هتقبل ده ولا لا. ده اختصارا للحاجات اللي انا شايفاها بتفشل فشل ذريع البراندز او الستارت ابس بالذات. وحاجه مهمه كنت عايزه اقولها برضو، لما الستارت اب يوصل لبراند، او مثلا يجي لحظه الستارت اب ده يحصل له بومبينج، يفرقع، ايا كان كوليكشن ما طلع في انترفيو ويحصل له بومبينج، الشخص بيجيله ثقه زياده في نفسه، فبالتالي بيتقل.
انا خلاص كبرت، انا خلاص بقيت شاطر، فبيتقل، فالارك بتاعه بينزل. خلوا بالكم من دي، ما تتغرش. انت وات نيكست، انت بقى هتعمل ايه بعد كده؟ انت خلصت الكوليكشن بتاعك بنجاح السيزون ده وحقق نجاح كبير جدا. طب انت الخطوه اللي جايه، انت المفروض انك تعمل نجاح قد اللي انت عملته ده بيحط عليك هدك كبير، بس مهم ان انت تبقى قد الثقه اللي الناس اديتها لك. ماشي. وحاجه تانية برضو عايزه اكلمكم عليها، دي برضو شفتها. الستارت ابس بتبقى دايما قلقانه، دايما بتفتش في البيسز في البرودكشن بيس احسن يكون في فتله هنا، عروه هنا، مثلا خياطه باينه، عايزه تودي للكلاينت احسن حاجه. بس لما البراند دي بتكبر، ولو حصل اي غلطه في اي بيس مثلا راحت لكلاينت، الرد الفعل بتاع الستارت اب غير البراند. الستارت اب بياخدها على نفسه جدا، ويروح يهزق الورشه ويهزق نفسه ويقول انا غلطان، انا ازاي طلعت حاجه زي كده. لكن البراند، تعامل البراند فعلا، اوكي يا فندم احنا هنبدلك القطعه دي بكل سلاسه. يا جماعه الحاجه وارد ان يحصل فيها مشاكل، بس نسبه المشاكل ما ينفعش تتعدى اكتر من 2% من الشغل كله. تمام. فانت دلوقتي عايز تتعامل as a startup فعلا ولا as a brand؟ انا عارفه ان دي image، عشان كده البراند بيبقى مرتاح لانه اوريدي هو كون الايمج. الكلاينت عمره ما هيكلمه بصوره مثلا وحشه او حاجه، لانه عارف ان هو بيشتري من فلان او فلانه او whatever اسم البراند ايه، فهو بيبقى عارف ده كويس، فبيبقى محاسب على الكلمه. تمام. وطبعا في ناس قلة ادب، دي حاجه تانية، دي ملناش دعوه بيها، بس انا بتكلم على التعامل الاغلب مع البراند. لكن التعامل مع الستارت ابس هم لسه عايزين يكونوا ايمج لنفسهم، فبيحنتفوا قوي في البرودكشن، ان بيراجعوا على كل قطعه بالمزوره بالمش عارفه ايه. ده بيحط عليهم هيدك كبير، هيدك الزبون وهيدك الشغل بتاعهم، وهيدك على الورشه كمان. فانت من day one تعامل ان انت براند. يا فندم احنا هنغير لك القطعه دي وخلاص. الموضوع مش دخل في مثلا negotiation ولا حاجه، عندك ديفو خلاص. الحاجه مش لازم تبقى متقاسه بالملي، يعني حتى لو انت بتعمل كميه انت ممكن تلاقي فروقات بسيطه، ملي يعني فعلا يعني نص سنتي او سنتي، دي بتبقى لو البيس كلها مقبولة تبقى تمام. انت من day one تعامل ان انت براند، ما تتعاملش ان انت حاجة تحت السلم. انت اللي بتفرض ده على الكلاينت بتاعك من خلال الماركتينج، من خلال التصوير، من خلال البريزنتيشن. انت في البيج بتاعتك بتدي بريزنتيشن عن نفسك. بس دي حاجات مهمة انا شفتها في خلال شغلي ومن خلال الريسيرش اللي احنا بنعمله. لو عندكم اي استفسار في اي بوينت احنا كلمناه، او عندكم اضافة، ممكن برضو تبعتولي، ممكن اكلم اكتر عن الحاجات دي، او تقولوا لنا مثلا في الكومنتس او كده. وبالتوفيق لكل الناس، وكل سنة وانتم طيبين.